السلام عليكم. حياك الله يا الحبيب. انت ما حاط لي يوزر يا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك كريم يا الغالي. شلونك اخبارك؟ اسمي انا الحمد لله، عايش بالمانيا. اي حياك الله يا الحبيب. حياك الله شيخ، شلون اخبارك؟ الحمد لله، الله يحفظك ويرعاك. الله يحفظك شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤال. اي يعني عندي حاجتين جاي يصير معايا، بس المشكلة يعني ما خلى الدكتور، ما رحت وما جاء، يعني ما جاي يتعالج منها. هل هي نفسية؟ ما اعرف، الله اعلم. وهي الحالة الأولى أنه يعني أروح على الحمام أطير مي، ولكن أحسه بعد ما أخلص أحسه ينقط بس ما يطلع. وسواس. الحالة الثانية أنه يعني دائما ريحة حلقي يعني قوية، يعني رحت على الدكتور، يعني ما أسناني ما بيها شيء، يقول لي رحت سويت فحوصات معدة ما معدة يعني ما خلت فحص، ما سويت، طلع ما بيها شيء، سليمة. وفي ناس تقول لي انه انت خاف يجوز ماكل يعني ماكل سحر او شارب سحر يجوز. ما لا شارب سحر ولا شيء، موسوس. هم وسواس. هذا الريحة من الحلق. نعم انت موسوس. زين القولون العصبي وتهيج القولون العصبي هم من الوسواس يجي؟ بارك الله فيك. نعم القولون ولا شو اسمه التوتر شيء بشيء. يعني الوسواس قد يكون عرضا لاكتئاب أو عرض لقلق. دائما نفخ، يعني نفخة ببطني، قولون عصبي، ريحة حلق قوية، يعني أقعد من النوم كأنه يعني ميت. عالج الوسواس. اي نعم، يعني بس أقعد من النوم كأنه ريحة يعني قوية، يعني لا عالج الوسواس. وما عندك جرثومة أنت حسب ما قلت؟ ما عندي، سويت كل الفحوصات بس خلاص إذا عندك وسواس. الله يحفظك ويرعاك وانت مكلمني قبل هالمرة. متكلم معك بغير مسألة، صحيح. نعم ذكرت صوتك انا، لكن طالع من غير حساب. اي نعم صحيح. عرفتك انا، عرفتك من غير حساب، وبس قلت خليني اخاف، يعني ما قلت خاف اسيء الظن، لذلك سألتك الان. والله العظيم عرفتك انت وانت مكلمني من ذاك الحساب. اي والله قلت لك انت موسوس. اي والله، حتى رحت لعند راقي وهاي ورقيت اكتشفني ما انا ذكرتك وصعدت معي قبل هالمره وتكلمت معي قبل هالمره وقلت لك انت موسوس. الان رجعت لي من حساب ثاني وكلمتني ايش مره اخرى. لذلك بارك الله فيك، حتى هذا الاسئله هذه بحث عن طمأنة. انت موسوس، فعالج الوسواس. الله يعزك ويرعاك. ما شلون بما انك انت يا شيخ خلينا نقول وسواسك نوعا ما بهذه الصورة. الNAC جيد، لأن الفرق بين الإنسان وسواسه في الأفكار دون السلوك، فرق بين الإنسان عنده فكر وسلوك. تمام؟ فأنت عالج بالNAC. الNAC جيد جدا لك بإذن الله تعالى. شو هو الNAC بارك الله فيك؟ NAC يكتبوا لك يا شباب الآن بالتعليقات، وتاخذه وتروح انت بألمانيا تدخل على الاونلاين تشتري لي اياه وتستخدمه وامورك طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ما تعيده مره ثانيه تصعد لي بحساب ثاني. لا ما اعيده، خلاص هاي اول مره هاي اخر مره. ربي يحفظك ويطول بعمرك. امين. واعذرني على الازعاج. لا ما في ازعاج ابدا. والله ما في. ربي يحفظك شيخ، جزاك الله خير ويوفقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. أذكر مرة من المرات الشباب كانت الأسئلة تجيني على على المنتدى باليوتيوب، فذكرت للإخوة يا إخوتي كل واحد يسأل سؤال واحد، كل واحد يسأل سؤالا واحدا، اطرحوا أسئلتكم، لكن كل واحد له سؤال حتى يتسنى لي الإجابة. تمام؟ أنا قديما يعني اشتغلت شو اسمه مدرس. يجون الطلاب تعرف انت عندما يصير امتحان فاصلح لهم واصحح لهم تصحيحات ودرجات. فاجوا الشباب الحبايب كاتبين لي بالمنتدى رابح سد الميكروفون، فأعرف الإنسان الذي يغش وعرف خط الطالب، هذا الطالب أعرف خط فلان، هذا خط فلان. إيش سووا الشباب بالمنتدى باليوتيوب الحبايب؟ يدخل لي من حساب ثاني ويسأل سؤالين
وثلاث أسئلة وأربعة. ما عارفك أنا، أعرف أسلوبك في الكتابة. وبينما نبهت أنه يا إخوتي كل واحد إلى سؤال واحد. الله المستعان. طيب الرابح تفضل. تفضل يا